من ساعة ما اخترعوا الترانزستور والدنيا اتغيّرت، فجأة جه واحد وقال لك إحنا نحط شوية كتير مع بعض ونعمل حاجة ونسميها بروسيسور، ومن هنا الدنيا قعدت تتطور لحد ما عملنا شاشات وبقى ينفع نعرض عليها أشكال هندسية معقدة جدًا، وهي دي الحاجة اللي أنا جاي أتكلم عليها النهارده، إزاي تعمل الأشكال دي. السلام عليكم، لو أنت شخص مهتم بصناعة الألعاب أو الأنيميشن فأنت محتاج تتعلم بلندر، وبلندر هو السوفت وير الخاص بصناعة المودلز ال3D أو الأسيتس عشان هتسمع المصطلح ده كتير، والأسيت باختصار هو الموديل اللي عملته ببلندر وتقدر تستخدمه في أكتر من مشهد أو لعبة وفي كذا موضع، وأحسن حاجة في الموضوع ده إنها مهارة يمكن اكتسابها، يعني مش مطلوب منك تكون بتعرف ترسم، هو كل المطلوب منك شوية صبر بس، يعني أنا مثلًا ما باعرفش أرسم وقدرت أطلع بالحاجات اللي أنت شايفها قدامك دي في خلال شهرين بس من التعلم، أنا عارف إن جودة الحاجات دي مش كويسة وفي ناس عتاولة وأحسن مني بكتير، ولكن أنا كمان لسه باتعلم، والسبب اللي مخلّيني أكمل في مجال تطوير الألعاب أو صناعة أفلام الأنيميشن وهو إني حابب أعمل منتج يتوافق مع مبادئنا كعرب ومسلمين، ويكون خالي من كل الشوائب والأفكار اللي بتدس في كل فيلم لازم تتفرج عليه. تعال نفترض إنك بتعمل لعبة والشخصية بتاعتك عايشة في إحدى حواري مصر، فأنت بتلعب في مكان معين، نفترض إنك عايش في عمارة رقم 5 الدور السادس في شارع مجلس الأمة، وحواليك عماير وعم أحمد النجار كل ما يشوفك الصبح يصبح عليك ويقول لك صباح الخير يا باشمهندس، ازاي مش تيجي تصلح لنا بقى الكمبيوتر بقى والّا إيه يا باشمهندس؟ وأنت قضيت عايز تفهمه إنك خريج معهد حاسب آلي ما لكش علاقة بالكلام ده أصلًا. لو حبينا نحلل القصة المعقدة دي هنلاقي العناصر دي كلها بتشترك مع بعض ما عدا عم أحمد وأنت طبعًا يا باشمهندس، عبارة عن مكعبات ومتركبة مع بعض بطرق مختلفة عشان تطلّع المنتج النهائي. تعالَ مثلًا نمسك عمود النور ده زي ما أنت شايف، أنا جبت مكعب وقمت مطوّله شوية وجبت واحد تاني وصغّرته وكبّرته لحد ما بقى عمود قد الدنيا. المرحلة اللي أنت لسه شايفها قدّامك ديّة هي أول مرحلة في تعلُّم بلندر وهي الmodeling، وعشان تبقى كويس في حاجة زي كده لازم تفكّر في أي جسم 3D إنه مكوّن من مكعبات، وبعد كده المكعبات دي بتتعدل على شكلها من خلال الedit mode في بلندر عشان تطلّع الشكل اللي أنت عايزه، وزي ما أنت شايف المكعب ده عبارة عن 4 نُقط في الفراغ ده، وعند كل نقطة بيتقابل 3 محاور الطول والعرض والارتفاع، فالشكل بيبقى ليه حجم في الفراغ، فلو جيت تعدّل على نقطة واحدة من الشكل ده هيتغيّر معاك وبدل ما الموضوع كان symmetry هيتحول لorganic shape، وهي دي الحاجة اللي إحنا عايزينها، إنك توصل لشكل زي كوباية الشاي اللي بتشربها، ومن هنا نقدر نطلّع من المكعب أشكال زي عمود النور والعربية دي وغيرهم من الأشكال، ودي بعض المصادر والقنوات الكويسة في شرح الأساسيات دي. نرجع بقى لعم أحمد وأمثالك يا باشمهندس، ودي هي مرحلة الsculpting أو النحت، والمرحلة دي خاصة بإنشاء الشخصيات اللي بيبقى فيها تفاصيل أدق، وهنا يستحسن يكون معاك graphic tablet ولكن مش مطلوب أوي اللي هو اللي زيي، يعني أنا مثلًا باستخدم الماوس وباطلّع النتايج دي، وهي نتايج كويسة بالنسبة لي. وفي قصتنا المعقدة الشخصيات دي كانت بتتحرك، وهنا هننتقل لجزء الأنيميشن، وهو القسم اللي بيدّي روح للحاجة وبيخلّي المشهد ممتع سواء في لعبة أو في فيلم. أكيد مش هتحب تتفرج على فيلم الشخصية وشّها ثابت ما بيتحركش، ولا تلعب لعبة والشخصية تبقى واخدة بوز حرف الT وبس، وأنت كباشمهندس عندك عضم وربنا يزيد ويبارك يعني، وعشان كده بتعرف تتحرك. برضك بلندر بيحاكي الموضوع بنفس الطريقة دي، لو عايز تحرك object سواء كان شخصية أو حاجة زي عربية أو حيوان، فبتضيف لكل الحاجات دي عضم، وبعد كده بتحرك الحاجات دي عن طريق الkey frames، ودي حاجة عاملة زي الكتاب اللي بيبقى مرسوم في كل صفحة صورة، ولمّا بتفرّه بيكوّن معاك مشهد، ولكن أسهل. يعني التنين ده مثلًا عشان تحرك راسه من اليمين للشمال، فأنت كل اللي عليك تقول له بداية الشخصية كان مكانها فين أو راسه كانت فين، وبعد كده في نهاية المشهد عايز راسه تبقى فين، وهو بيكوّن بقية الصور اللي ما بين الframe الأول والأخير، ولمّا تحطهم ورا بعض بيكوّن معاك مشهد زي كده، ودي بعض القنوات الكويسة في تعليم الأنيميشن. وبس كده، إن شاء الله كمان يومين هانزّل فيديو على القناة اللي تحت في الdescription باشرح فيها أساسيات بلندر وهاعلّمك فيه إزاي تعمل مشهد زي اللي اتكلمت عنه النهارده.